في ليلة مختلفة ومن أمام واحد من أعظم شواهد الحضارة، اشتعلت الأضواء عند أهرامات الجيزة. النجمة العالمية كاتي بيري قدمت حفلا غنائيا خاصا تحول خلال لحظات إلى حديث العالم كله. مقاطع صغيرة، صور، تعليقات، ولقطة واحدة أصبحت ترند عالمي منذ اللحظة الأولى. الحفل عمل ضجة هائلة. المغنية كاتي بيري ظهرت على المسرح بخلفية الأهرام المضيء، ومع أول نبضة موسيقية بدأت المنصات حول العالم تمتلئ بمقاطع وصور تتصدر الترند بسرعة غير عادية. حدث صغير لكن كان كبير جدا في تأثيره. من هي كاتي بيري اللي أشعلت السوشيال ميديا؟ كاتي بيري مغنية بوب أمريكية، تعتبر من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، وترشحت 13 مرة لجائزة الجرامي، وأصدرت 7 ألبومات ناجحة من أشهر أغانيها هوت أون كولد وغيرها من الأغاني اللي صنعت لها قاعدة جماهيرية ضخمة. تتميز بأسلوب يجمع ما بين موسيقى البوب والكلمات الجريئة والإطلالات المليئة بالألوان. الأجواء أمام الأهرامات كانت أقرب لمشهد سينمائي. إضاءة قوية، ألوان تتبدل مع الموسيقى، تصميم مسرحي متناسق مع الخلفية التاريخية. دخول كاتي بيري كان طاقة كاملة، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها. مع كل أغنية كانت الكاميرات تلتقط لحظات مبهرة جعلت الحفل يبدو كلوحة بصرية نادرة تجمع بين التاريخ والموسيقى. السوشيال ميديا اشتعلت بشكل غير مسبوق، والناس ممكن تتساءل طب ليه الاهتمام؟ عشان أحد رموز التاريخ وهو الأهرامات، ومن نجمة عالمية بحجم كاتي بيري بيصنع لحظة لا تتكرر كثيرا. الفن الحديث أمام حضارة عمرها آلاف السنين. هذا التداخل وحده كاف ليجذب ملايين المشاهدات. الجمهور تفاعل جدا، ومن أجمل الحاجات الطريفة التعليقات اللي كتبت على السوشيال ميديا: نورتي مصر يا كاتي. واحد كتب برضو: مؤكد ان ملوك الفراعنة ناموا ليلتهم سعداء بعد التحية التي تلقوها من نجمة الغناء الشهيرة كاتي بيري.